اسمعي، صحتك تستاهل. احنا طبعا في الصيف قاعدين قاعده لطيفه في وسط الحر، وقدامنا عصاير وقدامنا حاجات كتيره قوي فيها مشروبات غازيه وغيره وغيره. هنروح نختار ايه؟ والعصير طبيعي لانه صح. طب هو فعلا صحي؟ مفاجاه، مش دايما. ايوه العصير طبعا مليان فيتامينات، لكن فين المشكلة؟ المشكلة في انك انت بتشربي سكر مركز. يعني تخيلي كده كوباية عصير برتقال فيها عصير او سكر 4 برتقانات. ده مش بس كده، ده من غير الالياف. يعني ايه؟ يعني السكر هيدخل الدم بسرعة رهيبة، يرفع الانسولين، وبعدها انهيار في الطاقة بشكل كبير، وكمان هتجوعي اسرع. الكارثة بقى ان انت لو بتشربي ده كل يوم، ولو بتشربيه كل يوم كذا مرة، يعني ده ممكن يزود دهون الكبد ويزود خطر السكري اللي من النوع التاني. فالافضل ايه؟ الافضل ان احنا نختار بدائل طبيعيه زي الفاكهه، زي ما خلقها ربنا باليافها وكامله عشان تشبع وتحمي جسمك. او نعمل مشروبات بسيطه كده زي المشروبات الديتوكس، ميه سلايز ليمون او مثلا سلايز من الاورنج. ده برضه هيفضل معانا طول الوقت وهنحس بترطيب، هيكون السورس ميه. فالعصير خليه لحالات استثنائيه، او نخففه بميه ونص كوبايه وبس. معاكي دكتوره نانسي فضالي، اخصائيه تغذيه علاجيه وصحه عامه.